ومن دورتموند ينضم إلي الإعلامي باران مسكو. مرحبا بك سيد باران. مرحبا بك وبجميع مشاهدي قناة اليوم. أهلا بك سيد باران. لو تضعنا في صورة الوضع حول التظاهرات والاحتجاجات بشكل عام في الدول الأوروبية وبشكل خاص في ألمانيا كون حضرتك موجود هناك. نعم، منذ محاصرة ومنذ اجتياح حيي الشيخ مسعود والأشرفية في حلب انطلقت حراك جماهيري وبشكل كبير في عموم مدن أوروبية، وتحديدا في ألمانيا. وهذه الحشود تتكاثف وتتكاثر يوما بعد يوم، فبالتالي هذا الحراك مستمر. يوميا نرى مظاهرات واحتجاجات في أغلب المدن الأوروبية، وفي ألمانيا نرى في أغلب المدن والبلدات في مدينة ألمانيا دعما ومساندة لأهالينا في الروج آفاي كردستان، وتنديدا بالمجازر والانتهاكات التي ترتكب من قبل فصائل تابعة للحكومة الانتقالية في دمشق. نعم، هذه الاحتجاجات تتصاعد بشكل كبير، واليوم أيضا نرى كثير من مدن في ألمانيا تنطلق فيها فعاليات وأيضا حركات احتجاجية أمام برلمانات وأمام مراكز القرار في ألمانيا، وأيضا في الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم. نعم، الجميع يرفعون شعار نعم لوحدة الصف الكردي، نعم الشعب الكردي واحد، نعم لمطالبة بفك الحصار عن مدن روجافاي كردستان، وتحديدا مدينة كوباني التي نشهد منذ أكثر من أسبوع وهي محاصرة من كافة الاتجاهات، وحتى الآن لم يتوفر في مدينة حتى المياه. كلنا رأينا يوم أمس وكيف أهالي كوباني يقومون بتذويب الثلج للحصول على مياه الشرب. ويوم أمس أيضا نتيجة برد القارس وموجة الثلج توفي 4 أطفال صغار في مدينة كوباني. نعم. طب سيد باران، فيما يخص التظاهرات والاحتجاجات في المدن الأوروبية وأيضا بالأخص في ألمانيا، كيف يعني يتم التعامل مع وجود يعني مخاوف أو حدوث فعلا مرات باختراق التظاهرات السلمية من قبل كما قالت وسائل الإعلام وأيضا سلطات محلية انهم يعني موالون سوريون موالون للحكومه الانتقاليه في دمشق، ويقومون باختراق هذه التظاهرات والتسبب ببلبله وفوضى بغيه يعني تخريب هذه التظاهرات واظهار الكرد المتظاهرين بصوره يعني سيئه. نعم، هناك